مرحبا. وصفتنا اليوم وصفة كيكة الجوز والقرفة. ويلا نبلش في المقادير. بالبداية لتحضير الحشوة بنحتاج كوب من الجوز المقطع، نصف كوب سكر بني، معلقتين كبار قرفة ناعمة، بنخلطهم كتير منيح. لتحضير الكيك بنحتاج 4 حبات من البيض بحرارة المطبخ، وبنحركهم لمدة 5 دقايق. بنضيف كوب ونصف من السكر، وطبعا السكر بنضيفه على دفعات، وبنحركهم لحتى يذوبوا السكر. بنضيف لها معلقة صغيرة من الفانيليا، كوب حليب بحرارة المطبخ، كوب زيت نباتي، ضيف لها 3 كوب من الطحين، طبعا الطحين ناخلتن، وبضيفهم على دفعات. ضيف لها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبضيف لها رشة ملح، وبحركهم ليختلطوا كل المكونات. بنحتاج لقالب كيك أو أي قالب متوفر عندكم. طبعا أنا هون دهنت القالب بالزبدة ورشيت لها رشة طحين. طبعا أنا رح أضيف نص كمية خليط الكيك. طبعا أنا رح أضيف نص كمية الحشوة. طبعا أنا فضيت كل الكمية خليط الكيك، ونفضيها بشكل متساوي. وطبعا بحط الحشوة اللي بقياني كلها. بدخلها الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل مع بعض، من 45 ل50 دقيقة. وهي شكلها من بعد ما طلعتها من الفرن. نتركها 10 دقايق وبعدين نقلبها صحن التقديم. وهي النتيجة. يعني قبل ما أوصف لكم ريحة القرفة وطعمة الجوز مع القرفة، روعة لا يوصف. بنصحكم تجربوها. وإذا أنتوا جداد على هالقناة لا تنسوا من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.